صباح الخير يا جماعه، لسه بصحى بدري برضو وفيديوهات بتتصور الصبح وبتتمنتج وبتنزل في نفس اليوم، في عظمه جايه في الطريق. المهم انا نزلت شوت امبارح كان فيها لبس، واي حد بيصور لبس هيبقى عارف ان في مشكله كبيره جدا هي التكسير بتاع الهدوم في الصور. وطبعا العميل عايز الصور بتاعته دي تطلع مش مكسره، وبتحاول ان شكل الحاجه يبقى مثالي بشكل كبير في الصور اللي هتبيع المنتج ده. فناس كتير سالتني ازاي الصور مفروده قوي في الفيديو ده. خليني اقول لك على الطريقه اللي انا بستخدمها. اول حاجه بتجيب الحاجه اللي انت عايز تصورها، بتفردها كويس كده، وبعد كده بتجيب المكوه بتاعتك وتبتدي تكويها على درجه حراره مناسبه. يا سلام بقى لو تاخد معاها بق ميه. لا يا جماعه، بهزر. خليني اوريكم ازاي بقدر ان انا افرد الحاجات المكسره دي على الفوتوشوب بطريقه سهله جدا. دي الصوره اللي احنا هنشتغل عليها النهارده. زي ما انتم شايفين في تكسيرات بسيطه هنا، في تكسيرات اقوى شويه في الجزء بتاع الكمام، وفي عندك تكسيره كبيره هنا. كل اللي انت هتعمله هو ان انت تحاول تفصل الديتيلز اللي موجوده في الصوره بتاعتك عن الالوان. لو ده هيفكرك بحاجه فهيفكرك بالفيديو بتاع تنعيم البشره او الفريكونسي سيبريشن اللي انا كنت نزلته من حوالي 3 سنين مثلا، هسيبه لك في الاي اللي فوق. المهم عشان اسهل عليك، الطريقه بتاعت الفريكونسي سيبريشن دي طويله شويه، فانا عملت لها اكشن، والاكشن بتاعك ده هتلاقيه تحت في لينك في الديسكربشن، تقدر انت تعمله داونلود وتشتغل معايا خطوه بخطوه بسهوله جدا. انت لما تعمل داونلود هتلاقي ان انت عندك الاكشن بالشكل ده، اسمه خالد.atn. هتشغل الاكشن بتاعك ده على الفوتوشوب او هتسحبه ناحيه الايقونه بتاعه الفوتوشوب كده. هتيجي هنا على ويندو وتختار من هنا اكشنز. هتلاقي ان في الاكشنز بتاعتك اتضاف الاسم بتاع الاكشن اللي انت حطيته اللي هو اسمه خالد ده. هو جواه اكشنز كتير. هتلاقي في عندك فريكوينسي سيبريشن 8 بت، فريكوينسي سيبريشن 16 بت، وهتلاقي عندك الدوج اند بيرن والشاربن والحاجات دي كنا بنستخدمها في البورتري ريتاتشنج. ولكن هنا احنا محتاجين الفريكوينسي سيبريشن ال 8 بت او ال 16 بت. ايه الفرق ما بينهم هما الاثنين؟ لو انت بتستخدم صوره جي بيج هتستخدم ال 8 بت، لو انت بتستخدم صوره رو هتستخدم ال 16 بت. الصوره اللي عندنا هنا زي ما انتم شايفين دوت جي بيج، فهنستخدم هنا ال 8 بت مش ال 16 بت. كل اللي انا هعمله ان انا هدوس على الاكشن بتاع فريكوينسي سيبريشن 8 بت وهدوس على العلامه بتاعت بلاي دي. هو هيعمل كل حاجه وهيجي في خطوه معينه يسالك يقول لك احنا عايزين نضيف بلور للصوره. هتدوس كونتينيو، وبعد كده هتعمل زوم على الصوره بتاعتك كده علشان تشوف التفاصيل. ركز معايا في النقطه دي بشكل كويس جدا. احنا عايزين ان احنا نهز التفاصيل اللي احنا عايزين نحافظ عليها. جمله مجعلصه شويه، ولكن زي ما انتم شايفين القميص هنا فيه باترن، ليه ملمس، والملمس بتاعي ده لو راح هيبقى شكل الصوره غلط. فانا هبتدي ازود لحد ما التكستشر اللي موجود جوه القميص ده يختفي. فهنزود واحده واحده كده. لسه باين معايا، هزود كمان. بدأ يتهز شويه، بصوا بدأ يبقى مهزوز شويه ولكن لسه باين. هزود كمان لحد ما التفاصيل بتاعته تختفي كده. تحس ان هو التفاصيل بتاعه القميص ده ما بقتش موجوده. ممكن نزود سنه كمان كده. يعني هنا مثلا في الصوره بتاعتي كان المناسب بالنسبه لي 2.9. ما تحفظش الرقم ده، هيبقى مختلف حسب كل صوره. هدوس اوكي. هيعمل لي هنا بقيه الاكشن، يعني بيعمل لك لاير بلاك اند وايت. انا مش محتاجها فهقفلها او ممكن نمسحها خالص كده. وهنفتح الفولدر بتاع الفريكوينسي سيبريشن. هتلاقي عندك حاجه اسمها هاي فريكوينسي، وعندك حاجه اسمها لو فريكوينسي، وفي عندك حاجه ثالثه اسمها لومينوسيتي بينتنج. دي مش محتاجينها برضو، فاحنا هنمسحها علشان نركز على اللو فريكوينسي والهاي فريكوينسي. لو احنا جينا بصينا على الهاي فريكوينسي بس يعني علشان تعرضها، يعني هتدوس على الت او اوبشن وتدوس على العلامه بتاعت العين دي. هتلاقي ان اللاير دي ما فيهاش الوان، ولكن فيها التفاصيل اللي احنا قلنا عايزين نحافظ عليها اهي. ولو خدت بالك التفاصيل دي موجوده من غير التكسيرات. ملاحظين كده؟ ابتديت تقرب للي انت عايزه. طيب لو دوسنا على الت او اوبشن ودوسنا على اللو فريكوينسي هتلاقي ان هي فيها الالوان ولكن من غير تفاصيل، وهو ده بالظبط اللي مطلوب من الفريكوينسي سيبريشن ان هو يعمله. طيب انا هقف على اللو فريكوينسي اللي هي بتاعت الالوان دي، واختار من هنا حاجه اسمها ميكسر برش، مش البرش تول العاديه، اسمها ميكسر برش تول. دوس عليها كده، وبعد كده من هنا من القائمه اللي موجوده هنا دي عندك بقى كذا بريسيت. في عندك دراي ومويست وويت. انا هختار في الصوره اللي انا اشتغل عليها دي المود بتاع مويست. ده كأن الفرشه بتاعتك اللي انت بتلون بيها كأنك بلتها، فده هيسيح التفاصيل مع بعض. عندي هنا الويت 10%، اللود 5%، الميكس 50%، وفي عندي الفلو بتاعي ده 100%. انا عايز اقلل الفلو بتاعي ده، خليه مثلا يعني 15%. كويس. ونجرب كده. هاجي على الجزء اللي فيه التكسير ده، وبص معايا بقى ان انا هبتدي الون على المكان اللي فيه التكسير ده. بص كده، في عندي هنا تكسير، هبتدي الون عليه كده. بص كده ايه اللي بيحصل
هتلاقي ان هو بيمكس التفاصيل دي مع بعض كده، فيبتدي التكسير اللي موجود عندك في الصورة ان هو يختفي اهو كده. بص كده، ركز معايا كويس قوي في الحتة دي. صغر البراش بتاعتي شوية، الون هنا تاني. بص كده التكسير بيختفي ازاي اهو. نفضل نلون كده. ممكن اكبر حجم البراش شوية وابتدي اميكس تاني بشكل احسن. حاول ان انت ما تقربش جنب الحواف اللي فيها لون تاني علشان ما يبوظلكش الالوان بتاعتك. كبر البراش بتاعتي تاني وابتدي امكس كل حاجه مع بعض كده. طيب بص لي بقى على الجزء ده كده، بيفور وافتر، بيفور وافتر. شايفين التكسير بتاعك راح، في نفس الوقت التفاصيل بتاعتك لسه محافظ عليها. بص بيفور افتر، حاجه عظيمه جدا، عظمه عظمه. شايفين التكسير اللي موجود في الصوره بيفور افتر، عمالين نفرد فيه كده. طيب تعالى نيجي على الجزء بتاع الكمام ده. هاخد سامبل من هنا من المكان المفروض وابتدي الون على الجزء ده. شايف التكسير بتاعي بيروح ازاي؟ بص كده بيفور افتر. لو عملت زوم هتلاقي ان كل حاجه مفروده زي ما هي. هتفضل تعيد الخطوه بتاعتك دي بقى لحد ما توصل للنتيجه اللي انت عايزها اهو. افضل الون كده، نفس الكلام هنا. اخد سامبل من هنا، ابتدي الون على الجزء اللي انا عايز افرده. هاخد سامبل من هنا اهو وابتدي برضو اميكس مع شكل. بص كده بيفور وافتر اهو، شكل الحاجه بيتفرد بص من غير ما يبقى عندك اي مشكله. بص بقى على التكسيره الكبيره اللي تحت دي. انا اقلل الفلو بتاعي مثلا اخليه 8%، واخد سامبل من فوق وابتدي الون هنا. هتلاقي ان هو بيمكس الالوان، ولكن في عندك برضو خط واضح جدا موجود بسبب التانية الكبيرة اللي موجودة في اللبس ده. وانا ما افضلش الطريقة اللي انا بعملها دي في التانيات الكبيرة. طبعا احنا لسه محافظين على التكستشر بتاعنا زي ما احنا شايفين هنا، بس ده هاجي بقى اكمل على الهاي فريكونسي واخد الكرون ستامب تول زي ما احنا شفنا، وابتدي اخد سامبل من جزء فوقيها يبقى مظبوط وامشي على الجزء اللي انا عايزه. شفتوا اللي حصل ده دلوقتي عشان السامبل بتاعتي ما كانتش موجودة على كارنت لاير. اختار كارنت لاير، خد سامبل من هنا وهقلل الفلو بتاعي اخليه مثلا 70%. بص كده ابتدي الون على الجزء اللي انا عايز اشيله اهو. هنا عايز اشيل ده كده اهو، عايز اشيل ده. بص ببتدي اشيل الخط بقى نفسه علشان ما يبقاش باين اصلا في الصورة. بص كده احنا ابتدينا نخفيه شوية. سامبل هنا، الون هنا تاني. اظن كده الفكرة وضحت ان احنا بنحاول نعدل الملمس بتاع الصورة لوحدها والالوان بتاعت الصورة لوحدها. بص كده فور وافتر ابتدى يتفرد معايا. طبعا انا عامله بشكل سريع كده علشان ما اطولش الوقت بتاع الفيديو، بس الفكرة وصلت ان انت هتقعد بقى تعمل نفس الحاجات دي على كل الاماكن اللي فيها تكسيرات اهو. بعد كده هاجي على اللو فريكونسي بتاعتي، اجيب الميكسر براش بتاعتي وهقلل الفلو بتاعي على 8%، وابتدي بقى ايه اميكس كل الحاجات دي مع بعض كده. بص عشان تبقى الالوان بتاعتها مظبوطه. لون هنا كده والون هنا والون هنا. بس كده دي كانت تركايه سريعه علشان تقدر تفرد التكسيرات اللي موجوده في الهدوم اللي في الصوره بتاعتك علشان تطلعها بشكل مثالي اكتر وما خدتش وقت معانا. قولوا لي لو عندكم طلبات لتركات معينه كده، قولوا لي في الكومنتس علشان اشوف ايه اكتر حاجه عليها لايكس واعمل عليها فيديو بشكل اسرع زي ما احنا عملنا النهارده كده. وكالعاده لو انت بتتفرج على الفيديو ده على يوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب، لو بتتفرج عليه على فيسبوك يا ريت تعمل لي فولو عشان توصلك الفيديوز الجديده. استنوني فيديوهات تانيه.